السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. عندكم كده فوط قديمه؟ طب ما تيجوا بقى نعمل منها افكار حلوه جدا وكمان هنستفاد بيها قوي. اول فكره عندي النهارده هستخدم زي ما احنا شايفين مع بعض كده فوطه كانت عندي قديمه. هبتدي كده ان انا بس احط ايدي عليها بالشكل ده، وبعد كده هجيب قلم وهبتدي برضو ان انا اعلم زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد ما خلاص بقى اخدت المقاس اللي انا عايزاه، وطبعا اكيد هيكون اكبر بكتير من مقاس ايدي، هبتدي بقى دلوقتي ان انا اجي هنا وطبعا هشيل بقى كل الزيادات اللي احنا شايفينها مع بعض. همشي بقى على التحديد كله كده اللي احنا عملناه مع بعض زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. فين بقى اللايك الجميل بتاعكم؟ حطوا بقى كده لايك جميل زيكم، وكمان اكتبوا تعليق جميل زيكم. وتعالوا بقى نكمل فكرتنا. زي ما احنا شايفين هتخلص معانا بسرعه جدا ومش هتاخد مننا ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، مجرد كده بس بمشي بالمقص طبعا بيمشي معانا بمنتهى السهوله. هو ده بقى الشكل اللي انا محتاجه ان انا اوصل له. هعمل منها اتنين، الاتنين هيكونوا نفس الشكل، وطبعا هبتدي بقى ان انا اجيب كده اللي احنا عملناه في الاول خالص واحطها كده على جزء تاني في الفوطه بتاعتي، وهبتدي بقى ان انا اجيب قلم واخد طبعا نفس المقاس بتاعنا علشان طبعا يطلع معانا مظبوط. زي ما احنا شايفين ببتدي بس كده ان انا اعلم بالقلم بتاعي كده على الحواف بتاعه الجزء اللي احنا عملناه في الاول خالص، وبعد كده بقى نقص بالمقص، وهو ده بقى هيكون الشكل بتاعنا. طيب بعد ما خلاص بقى عملنا الاتنين طبعا زي ما قلنا هيكونوا نفس المقاس، هجيبهم بقى دلوقتي واحطهم كده على بعض بالطريقه دي. ابره بقى وخيط او مكنه ايا كان بقى اللي عندنا ممكن جدا طبعا نعمل بيه. هبتدي بقى ان انا اخيطها كلها زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وما خدتش على فكره مننا وقت ولا اي حاجه. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اقلب بقى القماشه بتاعتي، وده هيكون الشكل بتاعنا بعد ما خلاص قلبناها. تعالوا بقى نشوف هنستخدمها في ايه وهنستخدمها ازاي. زي ما احنا شايفين مع بعض بتدخل في ايدينا بمنتهى السهوله، ممكن بقى ان انا استخدمها في التنظيف بالشكل ده. حلوه جدا زي ما احنا شايفين مع بعض، وطبعا الفوطه بتمتص جدا اي بقى حاجه كده بنرشها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنستخدمها بقى طبعا في التنظيف زي ما احنا شايفين مع بعض، وكمان هيتغسل بمنتهى السهوله وتتنشف كمان برضو بمنتهى السهوله. شايفين كل اللي احنا رشناه الفوطه محتفظه بيه ازاي؟ فكرتها زي ما قلنا حلوه جدا وكمان عمليه قوي. ودي كانت اول فكره عندنا النهارده. حطوا بقى كده لايك جميل لاول فكره، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتاني فكره عندنا النهارده. وتاني فكرة بقى عندنا النهاردة هبتدي برضو ان انا استخدم فيها نفس الفوطة بتاعتنا. هبتدي بس كده لو في اي كده خيوط زيادة هبتدي انا اشيلها بالمقص بتاعي، وبعد كده هجيب اي غطا، والغطا بتاعي محتاجة هنا ان هو يكون مقاس كبير زي ما احنا شايفين مع بعض. وبعد كده هاخد بقى القطر بتاعه بالشكل ده. غطا بقى او طبق طبعا مش هتفرق، اهم حاجة تكون عندنا اي كده حاجة مدورة نستخدمها. بعد كده همشي بقى بالمقص زي ما احنا شايفين مع بعض على التحديد اللي احنا اخدناه مع بعض. نروح بقى الناحية التانية وبرضو نفس الفكرة، هبتدي برضو ان انا امشي عليها لحد طبعا ما اخلصها كلها. عايزه اقول لكم حاجه، الفوط دي لو دخلت المطبخ اكيد هيكون برضو لها كده عمر وتنتهي، اما لما نعمل بيها الافكار بتاعتنا دي ممكن جدا نستخدمها كتير قوي بعد كده. هسويها بقى كده من جميع الاطراف زي ما احنا شايفين لحد زي ما قلنا ما تتساوى كلها وتدينا نفس الشكل اللي احنا اخدناه طبعا بتاع الغطا بتاعنا. طيب بعد ما خلاص عملناها كلها والدنيا كلها تمام وبقت مظبوطه جدا، هبتدي بقى هنا ان انا استخدم اي استك حابه استخدمه، اذا كان بقى عريض او حتى رفيع مفيش مشكله خالص. الاستك دي رخيصه جدا جدا وكمان حلوه قوي طبعا احنا نستخدمها. هقيس زي ما احنا شايفين مع بعض كده بالعرض، وبعد كده بقى هبتدي انا اجيب الابره والخيط هظبطها بس كده عشان طبعا ابتدي ان انا اخيطها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اول حاجه بس ببتدي ان انا اثبتها زي ما احنا شايفين كده اديها غرزتين كده كويسين، وبعد كده بقى هبتدي اهم حاجه ان انا اعملها ان انا اشد بس كده طبعا الاستك بتاعي، علشان محتاجه ان انا اعمل كده كشكشه علشان تكون مظبوطه معايا. بعد كده بشد بس الاستك بتاعي كده، والقماشه بتاعتنا والفوطه بقى بتاعتنا بسيبها زي ما هي، وبعد كده طبعا ببتدي بقى ان انا اكملها كلها بنفس الطريقه. على فكره مش تاخد مننا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، وهتخلص معانا بسرعه جدا جدا. وهو ده بقى هيكون شكلها لحد دلوقتي. هبتدي بقى هنا طبعا ان انا اعمل غرزه القفل بتاعتي، وبعد كده طبعا لو في اي زياده في الاستك هبتدي ان انا اشيله بمنتهى السهوله بالمقص بتاعنا. طيب بعد ما خلاص بقى عملناها كده والدنيا كلها مظبوطه، وزي ما قلنا هنشيل بقى الجزء طبعا بتاع الاستك بالشكل ده. هبتدي بقى دلوقتي ان انا هجيب اي غطا او اي طبق زي ما احنا شايفين مع بعض، اهو ده الغطا بتاعنا، وهبتدي او الطبق بقى بتاعنا، وهبتدي ان انا احطها كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الفكره دي على فكره انا كنت عملتها معاكم قبل كده ولحد دلوقتي انتوا بتطلبوها، فطبعا علشان كده عملتها لكم تاني. وبصراحه كمان انا برضو كنت محتاجاها جدا فحبيت برضو ان انا اعملها. زي ما احنا شايفين هبتدي بقى دلوقتي ان انا اجيب المسدس بتاعي، وممكن جدا ان انا استخدم طبعا الابره والخيط مفيش مشكله خالص. اول حاجه بحط الشمع بتاعنا، وبعد كده اي جوبير بقى متوفر عندي او اي ستان هبتدي بقى ان انا اثبته بالطريقه دي. هيمسك معانا كويس جدا ما نقلقش خالص، ومش هيفك ولا اي حاجه. اهم حاجه يكون المسدس بتاعنا سخن قوي، وكمان برضو يكون الشمع بتاعنا نظيف. الشمع النظيف بيكون طبعا شفاف، ما يكونش كده غامق واحنا بنشتريه ناخد بالنا.
كده خلاص ثبت اول ناحيه. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اقلب الغطا بتاعي، وابتدي بقى ان انا اثبت الناحيه التانية زي ما احنا شايفين بنفس برضو الطريقه. اول باول بقى كده هبتدي ان انا اثبت طبعا، واضغط كده على القماشه بتاعتي او الفوطه بقى بتاعتي علشان طبعا تمسك معايا كويس قوي. طبعا هنا بقى في زياده هبتدي ان انا اشيلها بمنتهى السهوله زي ما احنا شايفين مع بعض. تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنستخدمها في ايه وهنستخدمها ازاي. دلوقتي بقى خلاص نستغنى خالص عن الطبق بتاعنا، وزي ما احنا شايفين مع بعض هنكون كده عملنا بونيه حلو جدا، وكمان شكله طبعا حلو قوي. نستخدمه بقى بعد الاستحمام، هتكون فكرته حلوه جدا زي ما احنا شايفين مع بعض، وزي ما قلنا شكله كمان جميل قوي. لو حابين بقى نكبر المقاس عن كده ممكن جدا من الاول خالص طبعا نكبر الغطا او اي حاجه بقى استخدمناها. ودي كانت تاني فكره عندنا النهارده، حطوا بقى كده لايك جميل تاني فكره. وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح على تالت فكره عندنا النهارده. وتالت فكره بقى عندنا النهارده هستخدم فيها اي بقى ازازه ميه عندنا بالشكل ده. هبتدي بس كده انا اعلم نفسي كده علامه في النص، وبعد كده هبتدي ان انا طبعا امشي عليها بالقطر بالطريقه دي. هنا اول حاجه مشيت بالقطر، وبعد كده هبتدي بقى ان انا امشي بالمقص علشان طبعا ابتدي ان انا افرغها. كل بس الفكره ان انا محتاجه بس ان انا اشيل جزء بس منها في النص. بعد ما خلاص بقى شيلنا الجزء بتاعنا والدنيا كلها تمام، هنحط بقى دلوقتي الشمع بتاعنا بشكل عشوائي، مش هنحط كتير ولا اي حاجه. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اجيب اي فوطه متوفره عندي. هنا هستخدم فوطه قديمه زي ما قلنا، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اثبتها بالطريقه دي، واضغط طبعا كويس علشان الشمع بتاعنا يمسك معانا كويس. هاجي بقى من فوق هنا وهبتدي انا احط برضو الشمع بتاعي، وبعد كده هعمل كسرات بسيطه كده علشان تديني شكل حلو برضو. بعد كده زي ما احنا شايفين ادينا شكل حلو قوي. على فكره الازازه بتاعتنا مش هتاثر ولا اي حاجه، احنا بس مجرد كده ما بنحط نقطتين شمع، وبعد كده طبعا ببتدي ان انا اثبت الفوطه اللي معانا. وكمان الازاز الكبيره دي بتبقى متينه، فحلو جدا طبعا ان احنا نستخدمها. هاجي بقى دلوقتي من ناحيه القاعده وابتدي برضو ان انا اثبت الجزء بتاعنا اللي طبعا في القاعده، وبعد كده هبتدي برضو ان انا احط الشمع بتاعي. كده خلاص ثبتنا يعتبر كده نص القاعده بتاعتنا من تحت، وهبتدي بقى دلوقتي ان انا اكملها برضو بنفس الطريقه لحد ما اخلصها كلها. بعد ما خلاص بقى ثبتها كده بالطريقه دي، ممكن هنا بقى ان انا طبعا احط اي قماشه انا حباها، اذا كان بقى نفس الفوطه بتاعتنا او اي قماشه تانية. بس اول حاجه هبتدي كده ان انا احط شمع كده برضو بشكل عشوائي، وبعد كده حبيت ان انا استخدم زي ما قلنا قماشه تانية هتدينا طبعا شكل حلو قوي، وكمان برضو هتكسر طبعا الفوطه بتاعتنا. ثبت بقى القماشه بتاعتي وهمشي عليها بس بالطريقه دي لحد طبعا ما تثبت معانا كويس قوي، وكمان تاخد الشكل اللي انا محتاجاه. الجزء بقى اللي في النص هنا هبتدي برضو ان انا افرغه زي ما قلنا الاول خالص. فرغنا الازازه بتاعتنا، هبتدي بقى دلوقتي برضو ان انا افرغ بقى الفوطه بتاعتنا. الفوطه بقى وانا بفرغها احاول كده ان انا اسيب زياده شويه، عشان الزياده بتاعتي دي هبتدي بقى ان انا ادخلها كده ناحيه جوه علشان طبعا تديني شكل حلو، كمان علشان تكون مظبوطه معايا. بعد كده بحط بس كده خط شمع رفيع علشان طبعا الازازه بتاعتنا ما يتاثرش خالص، وبعد كده ببتدي بقى ان انا الزق بمنتهى السهوله الفوطه زي ما قلنا. نفس الفكره برضو من ناحيه فوق، هبتدي بس كده ان انا اقصها حاجه بسيطه، وبعد كده برضو هبتدي انا اثبتها من ناحيه جوه. زي ما احنا شايفين الشكل عندنا خلاص ابتدى يبان اهوت، مفضلش بقى غير جزء واحد بس، هبتدي برضو ان انا اعمله بنفس الطريقه كده. خلاص بقى ثبتناها والدنيا كلها تمام لحد هنا. طيب هنا بقى خلاص بعد ما ثبتناها طبعا برضو هنا كنت مستخدمه الجزء ده كان من قميص قديم، هبتدي برضو ان انا اجيب جزء تاني منه، وزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي بس ان انا اعمل بالطريقه دي كده قصاقيس بسيطه. القصاقيس بقى دي هبتدي ان انا اجي هنا على طبعا الفتحه اللي عملناها مع بعض، وهبتدي بس ان انا اثبتها بالشكل ده. هتدينا بقى شكل حلو جدا، وكمان برضو هتظهر لنا الدنيا اكتر واكتر. نضغط بقى عليها كويس عشان تثبت معانا، وهبتدي برضو ان انا اثبتها من جميع الجهات برضو بنفس الطريقه بالشمع اللي معانا. هنا بقى نحط شمع براحتنا خالص، لان طبعا الفوطه بتاعتنا هتحملنا الازازه من اي حاجه. بعد كده بقى هبتدي انا اطلع ناحيه فوق زي ما احنا شايفين بالشكل ده، واحط كده الشمع بتاعي بشكل عشوائي، وبنحط براحتنا خالص عشان الفوطه بتاعتنا حاميه زي ما قلنا الازازه اللي معانا. هجيب بقى جزء تاني كده من القماشه بتاعتي، وطبعا ده كان قميص قديم ما بنستخدموش خالص، وحتى كمان برضو ما ينفعش ان اي حد يستخدمه. هبتدي كده ان انا اجيبه وبثبته برضو زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا بقى ممكن ان انا اضيف اي حاجه انا حباها، حبيت ان انا استخدم هنا الشريط ده هيديني شكل حلو قوي زي ما احنا شايفين مع بعض، وهبتدي كمان برضو ان انا استخدمه نفس طبعا ما عملت فوق هبتدي انا اعمل تحت بنفس الطريقه، وثبت كده برضو كمان جزء فوق كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اجي هنا على الايد علشان الدنيا كلها تكون طبعا لايقه على بعضها. خدت هنا جزء من القميص اللي معايا، وبعد كده هلفه بس كده على الايد بتاعتنا. ممكن طبعا نستخدم ستان اذا حبينا، او اي حاجه طبعا تانية ممكن جدا نستخدمها اذا كانت متوفره عندنا، مش لازم خالص نلتزم بحاجه معينه. زي ما احنا شايفين خلصت معانا والدنيا كلها تمام، وكمان ما خدتش مننا وقت ولا اي حاجه. ممكن بقى هنا ان انا اروح الناحيه التانية واكملها، وزي ما قلنا هتخلص معانا بسرعه جدا. زي ما احنا شايفين ده بقى هيكون شكلها.
حبيت كمان برضو ان انا اجي هنا على الجوانب، وبرضو هبتدي ان انا اثبت كده جزء تاني هيديني شكل احلى واحلى، وكمان برضو هيحددها لي اكتر واكتر. نفس الفكرة برضو الناحية التانية برضو بنفس الطريقة. وحبيت كمان بقى ان انا اعمل هنا فيونكة علشان الشكل عندنا يكون طبعا احلى واحلى. واستخدمها بقى استخدامين اتنين. اول استخدام ليها ان انا ممكن طبعا ان انا احط فيها في لعب الاطفال، هتكون حلوه جدا وكمان عمليه قوي. تاني استخدام ممكن جدا ان احط فيها الاكياس، برضو هتكون فكره حلوه جدا وكمان عمليه قوي. وده كان فيديو النهارده، اتمنى فعلا يكون عجبكم. عملنا فيه افكار من حاجات فعلا بنرميها ومش بنستفاد بيها خالص. ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وكمان تشتركوا في القناه لو انتم النهارده لسه مره بتشوفوني، وطبعا هستنى تعليقاتكم الجميله. واستنوا ان شاء الله فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله وامنه.